السلام عليكم، ازيكم؟ هنعمل معاكم أكلة خفيفة وحلوة وما تستحملش ربع ساعة تستوي وتخلص وتستوي. الجلاش شرايح. هنمسك معاكم لفة الجلاش زي ما انت زي ما هي كده سليمة، ونقسمها من نصين. بنمسك النص بتاعها نقطعه حلقات كده شرايح مع بعضينا كده. قبل ما نبدأ الفيديو، أنا صباح ودي قناتي، واللي ما شاركش معايا يشترك واعملوا لايك وشير، اشتراككم بيسعدنا. فعلوا زر الجرس يوصلكم مننا كل جديد. كده قطعنا النص الاولاني. امسكيه بس كده تفلفليه وتطلعيه من بعضيه كده فككيه من بعضه وكله كده عشان ما يبقاش ملكلك، عشان لما نحط له التشريبه بتاعته كل الجلاش الشر. نجيب صينيه مدهونه زبده، مدهونه سمن، مدهونه زيت، اللي يريحك. نحط النص الاولاني، نسويه في الصينيه كله كده بسوا بعضيه، يعني متبقاش حته عاليه حته واطيه، لا انت مفككاه حلو مش هيغلبك. ما تنسوش اللايك. هنمسك النص التاني نعمله شرايح برضو، نشرحه معاكم كده شرايح شرايح هم تكون يعني قريبة لبعضها، متساوية بعضها كده، اي وضع إن كان بس تكون قريبة لبعض. ونخشوا عندنا على القناة هتلاقوا حاجات جديدة كتيرة اوي تبسطكم. ونفلفله برضو مع بعضيه كده، وهنركنه على جنب. وهنعمل ايه؟ هنجيب الحشو بقى. جبنا الصينية ونعمل فيها النص التاني. ده سوسيس او سلامي اللي يعجبك، شرحيه كده قطعية صغيرة وشي في الصينية. ما بتاخدش كتير، ودول شوية فلفل الوان احمر واخضر وقرن حامي واصفر. والحم اختياري، مش عايزة تحطيه ما تحطهوش. وزع بتاع الحشو حلو كده، بحيث ان كل الصينية يبقى عليها حشو. ودول قطيتين صغيرين متقطعين مكعبات صغيرة. ودول حبة جبنة شيدر وحبة موزاريلا، بحيث ان ودول اختيار، مش عايزة تحطهم ما تحطهم. يمسكوا الحشوة تمسك مع بعضها كده، ما تبقاش متفرولة لما تقطع الصينية. ودول شوية حشو تشريبة كانوا معايا فايضين معايا من النوتيلا، من بتاع التورتيلا. وهنا هنعمل معاكم التشريبة: بيضاية، علبة زبادي، ونضربهم مع بعضهم كويس كده حلوة، بحيث ان الزبادي بس تتفكك عشان ما تبقاش متكتلة كده. ودي فلفل اسمر نص معلقة، ونص معلقة ملح، معلقة صغيرة مش كبيرة. ودي ربع كوباية سمنة او تلت، يعني عاوزة تزودي شوية خليها تلت كوباية. سمنة، زبدة، زيت على سمنة. انا حاطة زيت على زبدة. ودي كوباية لبن. نقلبهم تقليبهم، يعني ندمج المكونات كلها مع بعضها. ونجيبنا الصينية ونحط النص التاني من الحشو من الجلاش، ونظبطها كده ونسويها، ونخليش شراشيب ولا قطع شرايح من الجلاش تطلع على الاطراف عشان ما تتحرقش منك في الفرن. وانا ولعت الفرن من اول ما بديت شغل فيها عشان يبقى سخن على درجة حرارة 180 لو فرن كهرباء. ولو فرن عادي على اول توليعة برضو يبقى في فرن فيها درجات. في مروحة ولع المروحة، ما فيهوش مروحة بعد شوية ما تحمر من تحت تولع عليها الشواية.
بالمعلقة، وترشي بالتشريبة كلها اللي احنا عاملينها دي على كل الصينية بالمعلقة، بحيث ان كل الصينية تاخد من اللبن والسمن والزبادي، وتغيب كده وتقلبيها بالمعلقة، وتدوسي بظهر المعلقة، بس ما تدوسي قوي عشان ما تكتمهاش، بس بحيث ان هي تمسك في بعضها. انا كبيت كل التشريبة، وهدخلها الفرن 5 دقايق ولا 10 دقايق، وقبل ما تستوي ب5 دقايق بطلعها، احط على وشها شوية جبنة موتزاريلا. عايزة ترشي كده في الاول برضه رشي، وشوية فلفل الوان من الفلفل اللي كان معانا، ومعلقة قوطة من القوطة اللي كانت متقطعة، وحبيتين برضه ايه هندوج او السلامة اللي انت حشوة من الحشوة من جوه كده، يعني زي بدل الزيتون. وكده هتبقى بيتزا القلاش معاكم، فطيرة شرقي زي ما تسموها سموها، تنفع معاكم غدا، تنفع عشاء، زي ما تسموها كده سموها. بيتزا، فطير الجلاش، فطير شرقي. ممكن تحط منها حتة للعيال في الأولاد في المدرسة في اللانش بوكس، لأن هي تبقى ماسكة نفسها وتبقى حلوة أوي. وكده أنا رشيت الجبنة على وشها ودخلتها الفرن وطلعت معاكم اهي، حلوة زي الفل، وبالهنا والشفا، صحتها.